الآن لابد من أن نذكر ببعض المشاكل التي يقع فيها العالم الإسلامي كلا ونحن جزء منه، بحديث أو بحديثين، نشوف نحن هل انطبق هذا الحديث علينا أم لا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أظن هذا الحديث لابد قرأته وسمعته إلى آخره. شو رأيك؟ أليس يصدق علينا هذا الحديث بكل فقراته؟ إذا تبايعت بالعينة وهو نوع من أنواع الربا، واليوم الربا فاشي من الدولة إلى الشعب، صح؟ طيب. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، أي اشتغلتم الدنيا الزرع والضرع وإلى آخره، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. نحن من إمتى تركنا الجهاد في سبيل الله؟ اليوم؟ من زمان، أليس كذلك؟ طيب. وتركتم الجهاد في سبيل الله، إذا شرطية في اللغة العربية، إذا فعلتم كذا وكذا وكذا، ما هو الجواب؟ سلط الله عليكم ذلا، أي اليهود، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لذلك بارك الله فيك، لهوينا لا تطلب مجاهدة اليهود، وجاهد النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. نحن لازم الآن نتهم أنفسنا. نحن نعتقد أنه نحن ما سلط الله علينا اليهود اللي هن أذل الأمم بنص القرآن الكريم، وإذا نحن صرنا تحت أذل الأمم ترى ربنا ظلمنا؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك إذا كان الرسول عليه السلام يقول بلسان عربي مبين: إذا فعلتم كذا وكذا وكذا سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نحن نريد أن نرفع هذا الذل الذي ران بنا وحل علينا. فما هو العلاج؟ مذكور في الحديث، الراشية واضحة وبينة، ولكن مثلنا نحن مثل المريض الذي يقف على يدي طبيب نطاسي كبير كما يقولون، ويقدم له راشية واضحة، بياخذها وبيحطها على الرف بدل ما يعالج نفسه ويعمل ويطبقها هذه الراشية، وإذا هو يزداد مرضا على مرض حتى يأتيه الهلاك وهو عنده راشية. وهكذا نحن مثلنا اليوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بما جاءنا من الهدى والكتاب المبين المنير قد وصف لنا العلاج، أن هذا الذل إذا وقع فلا يمكن أن يرفع إلا أن ترجعوا إلى دينكم. شو بهمنا نحن اليهود هيك؟ نحن بنعرف ما وصلوا لاحتلال فلسطين إلا بعد تخطيطات دقيقة ودقيقة جدا. هذا شيء معروف. لكن ما هو الحل عندنا نحن؟ ما الذي يجب علينا نفعل؟ أن نتحرك ونتباكى ونهز الكتاب وأنه بدنا نقاتل ونجاهد، وبعدين ما بيطلع بإيدنا نجاهد. ليش؟ لا إيمان ولا إعداد. لذلك اترك لغة العواطف، اترك لي يا أستاذ. لغة العواطف لا بتقدم ولا بتأخر أبدا. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. أنا هلا تلوت على مسامعك الحديث وآسف جدا جدا أنه أقول لك أنت ما اتفقت معي على الحديث. رجعت مثل ما قال المثل، رجعت حليمة لعادتها قديمة، رجعت العواطف الجامحة التي لا يمكن أن تثور الدولة بحق على دولة كافرة مستغلة. الرسول وصف لك الداء
ووصف لك الدواء. يا رجل خليك أنت مع الدواء، اترك لي اللغة هذه ما بفيدك لا أنت ولا غيرك. هلا قديش عم تثور أنت وقديش يمكن بيثوروا معك ناس مثل لما بيخطب صاحبك الشيخ علي الفقير بتلاقي المسجد كله ثار، وبعدين رغوة صابون ما صار شيء. شو السبب؟ ما في إيمان، ما في إيمان. كذاك الإيمان اللي نسبته لعمر الخطاب كإيمان العجائز. عمر بن الخطاب إيمانه كإيمان العجائز؟ سامحك الله. هذا هو العلم اللي أنتم عم تتلقوه. عمر بن الخطاب تعرف لما جرح ماسكينه محمول إلى بيته وهو جريح والدماء تسيل منه، يقع بصره على إنسان ثوبه طويل، بيقول له يا غلام أقصر من ثوبك فإنه أتقى وأنقى. هي أولوية، هي هو راح يموت. إلي لشوف حسب علمك وفقهك هي أولوية. يعني المنافق أنا عندي بحسب لك تجارة وبحسب لك وجهناكم ما قبلتوا، وجهكم نبيكم مالكم رضيانين. أنا بدي وجهكم، أنا شافت ألباني اجيت اعتديت على أرضكم هنا، لكن نبيكم عم يقلكم حتى ترجعوا إلى دينكم. شو بدكم توجيه أكثر من هيك؟ رجال العلم ورجال الدين من سيد العلماء رسول الله عم يقلكم إذا سويتوا هيك وهيك وهيك سلط الله عليكم ذلا. هذا وقع. شو العلاج؟ ترجعوا إلى دينكم. ما بترجعوا لدينكم. في ربا، في ربا، في فحش، في فسق، في وجور، في زنا، في بارات، في إلى آخره. بدكم تقاتلوا اليهود؟ أن تقاتلوا اليهود. شو بدك بقى توجيه أكثر من هيك؟ ارجعوا إلى دينكم. إن تنصروا الله ينصركم. الله المستعان. الله المستعان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت بتضم صوتك لصاحب الأستاذ. حماس غير مدعم بعلم ولا مدعم بعقل ولا مدعم بعمل ولا مؤاخذة، لأنه نفاق لا يجوز في الإسلام. أنت بتقول كل الناس مستعدين، هذول الفساق الفجار هذول يمكن يقفوا حجر عثرة في طريقك. أنت لو كان عندك استعداد فعلا أن تقاتل، مع مين عم نحكي هذيك الساعة وأنت موجود؟ إيمان ما في، استعداد مادي ما في. شو بدك قاتل؟ بنظارتك؟ بسلاحك؟ وينه السلاح؟ وينه الكبير؟ الكبير على رأسك حاكمك. وين الكبير؟ أنت في نفسك الآن أنت وأنت وأنت ولا آخره ماشيين في حدود الشرع. الأمير الكبير ما بيقول لك لا تصلي، ما بيقول لك لا تحافظ على الصلاة في أوقاتها، ما بيقول لك طالع مرتك متبرجة كالأوروبيات أو الفرنجيات والآخر. مع ذلك الشعب كله الآن إلا ما شاء الله وقليل ما هم خارجين عن الشريعة. وين عم تحكوا؟ أنتم عايشين في أحلام. تريدون النصر؟ النصر مشروط. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. ما بتنصروا الله، الله ما بينصركم. هذه حقيقة، لكنكم قوم تتجاهلون الحقائق. بتقول أنت هذا وما أدري شو بتقول. الشعب مستعد أن يفدي روحه وأمواله كلها. كلام فاضي هذا. أنا شعب. أنا بسألك الآن، أكثر الشعب صالح ولا طالح؟ الشعب اللي عم تثني عليه أنت صالح ولا طالح؟ كيف ما بيجاوب؟ صالح ولا طالح؟ فيه. هل كلمة فيه أنا ما بعرفها؟ كلمة فيه أنا ما بعرفها؟ فيه فيه. أنا عم أسألك سؤال محدد، أنت وهو إلى آخره، ما في أجوبة. ليش؟ لأنكم ما بدكم تعالجوا أنفسكم بالراشدة النبوية. مكانك راوح، خليك الأرض على النواة. لو سمحت حط لنا خطوات. كويس. الآن عرفت طريق فلزم. المطلوب أن تتعلموا وأن تعملوا. يعني أنت هاي سلافتك ولا طويل كثير، يعني أكثر ما أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الله أكبر. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا، خلينا نسمع منه. شو الطريق القصير؟ نحن ما عندنا
غير الطريق الطويل. أعطونا نشوف الطريق القصير. وأنا راح نحن الآن شو بدنا نسوي ومن أين نبدأ؟ الله يهديكم يا جماعة. من أين نبدأ؟ من الجهل ولا العلم؟ أنا بتقول العلم طبعا. من الكفر ولا من الإيمان؟ بتقول هلا من الإيمان وقلتها سابقا. طيب إذا امشوا يا جماعة، علم وإيمان، والإيمان دائما مقرون بالعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هلا أنا بقول لك بكل صراحة، أنا أنت وهذا قرايبنا العابديني، أنا عم أنصحكم، أنتم ما عم تنصحوني. شايف الفرق؟ أنا عم أنصحكم، أنتم ما عم تنصحوني. عم أنصحكم، ما عم تقبلوا نصيحتي، ما عم تنصحوني لا أقبل نصيحتكم. عم تقول هذا درب طويل، وأنا والله بشهد وقع لك على بياض، درب طويل، وهذا درب الإيمان والإسلام. طيب دلونا على الدرب القصير. ما بتدلونا، شو نسوي بقى معكم؟ والله سلافة أنا ما لأنه محمد صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة من منتهى الجهل الكامل أيوة. إلى السيادة الكاملة. أيوة. وأنتم بدكم 23 قرن على طريقكم. أحسن. وأنت منا ولا خارج عنا؟ صلاح الدين أنت ذكرت قبل صلاح الدين يعني جاء بمكن التفريغ ولا بعد أكثر من 100 عام، بل بعض الروايات تقول 200 عام حتى وجد صلاح الدين في بيئة إسلامية. 200 عام والقدس ليست صليبيين. لا بس أنا بدي هالجواب هذا يا جماعة. خلوكم معي، خلي يدلونا على الطريق القصير. الطريق القصير ما هو؟ طريقنا طويل، صحيح مليون مرة. ما هو الطريق القصير اللي بيوصلنا إلى الهدف المنشود ومتفق عليه الجميع أنه منشود؟ ما هو هذا الطريق القصير؟ بدون إيمان مثلي لا، بدون علم مثلي لا. إذا عم أسألك، أنت بتقول لا. إذا هذا الطريق الطويل يحتاج إلى إيمان وعمل، فالطريق القصير إلى ماذا يحتاج؟ ما هو؟ يلا يا جماعة قوموا، بيقولوا أنا بالشام طلع جديدة. فنحن هي مشكلتنا، عواطف جامحة بتأمي علينا قلوبنا وعقولنا، وبدنا ايش؟ ننتصر على أعدائنا. هيهات ما توعدون. الطريق الطويل طويل لا إشكال ولا بد منه،